السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن العادات الإيجابية أو العادات السلبية اللي ممكن نحولها لإيجابية، وهساعدكم في تحويل العادات السلبية لإيجابية. بس قبل ما أبدأ حابة أسألكم سؤال: عمرك فكرت إن عادة صغيرة ممكن تغير حياتك كلها؟ يمكن تكون عادة بتقربك من ربنا أو عادة بتبعدك عنه، وفي النهاية حياتنا ما هي إلا مجموعة من العادات اللي بنكررها كل يوم. تعالوا النهاردة نتعرف مع بعض على أهمية العادات وإزاي نغير عاداتنا للأفضل. العادات هي الأفعال أو التصرفات اللي بنكررها بشكل مستمر لحد ما تبقى جزء من حياتنا اليومية، فنعملها تلقائيا من غير ما نفكر فيها كتير. العادات ممكن تكون إيجابية زي الصلاة في وقتها، قراءة القرآن، ممارسة الرياضة، شرب المياه، أو تنظيم الوقت. وممكن تكون سلبية زي السهر، تضييع الوقت، أو استخدام الموبايل لساعات طويلة. وعشان كده العادات هي اللي بتكون أسلوب حياتنا. كل عادة صغيرة بنكررها كل يوم مع الوقت بتأثر على شخصيتنا وصحتنا ومستقبلنا. عشان كده لو غيرنا عادة واحدة للأفضل ممكن نغير جوانب كبيرة قوي في حياتنا. العادات اللي لازم نتمسك بيها هي الصلاة والمحافظة على الأذكار وبر الوالدين وصلة الرحم وشكر الله على نعمته وقراءة القرآن وشرب المية والنوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة وممارسة أي نشاط بدني حتى لو مشي 20 دقيقة، والقراءة، وإن احنا نتعلم مهارة وننظم الوقت، والكلام الطيب واحترام الآخرين. العادات بقى اللي لازم نتخلص منها هي التسويف وتأجيل الأعمال والسهر بدون فائدة وقضاء ساعات طويلة على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي والغيبة والنميمة والكلام الجارح، مقارنة نفسك بالآخرين، التذمر وعدم شكر النعم، إهمال الصحة أو الواجبات، العصبية والانفعال السريع، الكسل وعدم تحمل المسؤولية، الاستسلام لليأس أو الإحباط. ولو بصينا في ديننا هتلاقي إن معظم العبادات مبنية على الاستمرار، مش على إننا نعمل حاجة كبيرة مرة واحدة. الصلاة 5 مرات في اليوم دي عادة إيمانية بتقربنا من ربنا كل يوم. أذكار الصباح والمساء دقائق بسيطة لكنها بتحفظ القلب وتطمنه. قراءة القرآن حتى لو صفحة واحدة يوميا، مع الوقت هتختم القرآن وتعيش مع كلام ربنا. الاستغفار عادة بسيطة لكنها سبب في سعة الرزق وراحة القلب ومغفرة الذنوب. الصدقة حتى لو بمبلغ بسيط أو بابتسامة أو بكلمة طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إن الاستمرار أحب إلى الله من الأعمال الكثيرة التي تنقطع، فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اسأل نفسك، لو عندك عادة يومية تقربك من ربنا وعادة يومية تبعدك عنه، أي عادة هتختار تكررها كل يوم؟ ابدأ من النهاردة بعادة واحدة، صلاة في وقتها أو ورد قرآن أو استغفار 100 مرة أو أذكار الصباح والمساء. مع الأيام هتلاقي قلبك اتغير وسلوكك كمان اتغير وحياتنا كلها بدأت تتغير. وفي النهاية افتكروا ان التغيير الحقيقي مش بيحصل في يوم واحد، لأنه بيبدأ بعادة صغيرة نلتزم بيها كل يوم. كل عادة كويسة بتقربنا من النسخة الأفضل من نفسنا، وكل عادة سيئة بتتخلى عنها بتفتح لينا باب لحياة أهدأ وأجمل. احنا مش بنتغير في يوم، احنا بنتغير بعادة بنكررها كل يوم. وهسألكم سؤال: ايه العادة الإيجابية اللي هتبدأوا فيها من بكرة؟ وايه هي العادة السلبية اللي لو قررتوا تسيبوها بكرة؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش شعار القناة: خد فكرة ونفذها بكرة. ولو استفدتوا من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.